عادل فين؟ عادل في باريس. عادل في باريس بيحتفل بالذكرى 30 من ديزني لاند في باريس فرنسا. خلينا نشوف اليوم مع بعض وهنقضيه ازاي، وازاي رحت ديزني لاند، وتكلفة دخول ديزني، والطيران لفرنسا وكل حاجة. دي بعض الصور من قلب ديزني. زي ما انتم شايفين قضيت يوم جميل جدا. طبعا الحمد لله احتفلت بذكرى ال20 وها انا هنا بذكرى ال30 لديزني لاند. طبعا كل يوم بيبقى فيه زي شو بيتعمل. طبعا ذكرى ال30 اكيد ليها احتفال خاص، لكن كل يوم بيتعمل الشو ده. بتعمل شو الصبح وبتعمل شو بالليل. طبعا اجمل شو بالنسبه لي هو الشو بتاع بالليل. طبعا بيجيبوا بقى الافلام بتاعه الكرتون والانيميشن، كل حاجه بتبقى موجوده. فانتوا هتنبسطوا جدا من الشو. تلاقي الناس بيعملوا كده زي ممر للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. الناس كلها بتقف وبتتصور. طبعا الحاجات دي طبعا بيبقى مركز فيها اكتر او عارفها. انا بالنسبه لي مش عارف اصلا مين اللي ماشيين دول، بس الناس اللي بتحب الكرتون والانيميشن و افلام ديزني هتنبسط جدا جدا جدا. يوم بيبقى ممتع من اوله. انا بحب ابدا اليوم مثلا ممكن من الساعه 11 10 11 اكون هناك. وخصوصا مثلا الساعة 10 11 مثلا، لأن الشو مثلا ممكن يبدأ من الساعة 12. الشو اللي قدامكم ده 12 واحدة، وبيبقى ليه تايمينج. اول ما تدخل ديزني بيبقى فيه واي فاي، فري واي فاي لكل الناس. طبعا ممكن تستخدمه وتعرف بقى كل حاجة. بتفتح الخريطة عشان تشوف ايه الاماكن انت عايز تروحها، ايه المكان اللي انت عايز تدخله بالتحديد. لكن هي بتبقى ممتعة جدا. ازاي اوصل ديزني وازاي ادخل ديزني؟ تيكت ديزني بكل بساطة تقريبا في حدود 50 يورو زي ما انتم شايفين. وطبعا السعر بيختلف من وقت للتاني، من السيزون للشتاء للصيف. كل حاجة وليها وقتها. طيب، أو بشتري منين؟ بشتري من موقع ديزني لاند. بدخل مثلا على جوجل واكتب ديزني لاند باريس، ندخل نشتري التيكت. انصح ان احنا نشتري التيكت قبلها بيومين 3 او يومين مثلا، بس ما ينفعش نشتريها في نفس اليوم او قبلها بيوم. بتبقى حرجه جدا وبتبقى غاليه جدا. طبعا انا بالنسبه لي حبيبي طبعا اللي بدخل اتصور معاه دايما هو ميكي ماوس. دخلت انا والجروب، ودخلت انا والناس، قعدت اتصور مع ديزني. طبعا هو مع ميكي ماوس بيقف طبعا بكذا صوره، ممكن تصور كذا صوره مع بعض، كذا طريقه. بتبقى الموضوع ممتع جدا. وانا حبيت بحب دايما اروح ديزني عشان الصور دي. نيجي بقى لأهم مرحلة وأهم وقت، هو الشو بتاع بالليل. طبعا برضه تختلف من الصيف للشتاء. وطبعا في الشتاء بيبدأ بدري، يعني وقت ما الدنيا بتبدأ تليل. لكن في الصيف بيبقى الموضوع طويل جدا. هسيبكم تستمتعوا بالشو وتشوفوا الشو بيتعمل ازاي والفاير ووركس. مفيش كلام كتير يقدر يتقال غير انتوا هتستمتعوا بشو جميل جدا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير ومنشن لاصحابكم. تابعوني على انستجرام وكل البلاتفورمز وتيك توك والفيسبوك. وتابعوني في الرحلات اللي جايه، رحلات كتير جدا حول العالم ان شاء الله مع عادل حول العالم. 119 دوله. استمتعوا بالشو، استمتعوا بالشو بتاع ديزني. ده ديزني باريس، واعتقد هو من احلى، اذا ما كانش هو احلى شو انا شفته لحد دلوقتي. يعني هو كان احلى من بتاع طوكيو، كان احلى من بتاع امريكا. بتاع باريس كان مميز، يمكن عشان دي ذكرى ال30، لكن كان شو مميز جدا. استمتعوا، شوفوا الدرونز وهي بتشتغل، شوفوا ازاي بيعملوها، شوفوا كل حاجه، شوفوا التفاصيل دي كلها. استمتعوا بباريس وديزني لاند باريس. وانتظروني في رحلتي القادمه ان شاء الله. هعمل رحله الى باريس واسبانيا وكذا دولة في أوروبا إن شاء الله الفترة الجاية. زي ما شايفين دي الذكرى ال30 ودي الدرونز وهي موجودة بنحتفل مع بعض. يلا بينا، استمتعوا بقى بالشو، استمتعوا بالفيديوهات اللي جاية. في بعض الصور سريعا كده، لكن سيبكوا بقى تنجوي الكام دقيقة بقى الجايين دول بكل لحظة، بكل شوية يتعمل، وبكل الفرق. تصبحوا على خير، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع عادل حول العالم 119 دولة حول العالم. We all have the magic to unlock this inner child. But sometimes that inner child needs an invitation to come out and play. This is your invitation to dream.
partir. Chers amis, nous espérons que vous avez passé une soirée scintillante avec Disney Illuminations, présentée par Pandora. Dear friends,